تحت الطلب ديالكم جيت نبارطاجي لكم الفيديو اللي عملت فيه بروتين. هذا البروتين هذا اللي بزاف بكم طلبتوا مني انني نجربه في اخر ريل، اللي هو لا مارك ديال بيلا. كيف ما كتشوفوا هنايا صورت لكم كل شيء بلا ديتاي باش تشوفوا معايا المراحل اللي دوزت منها كامله. اول حاجه عملوها لي، شافوا لي الشعر ديالي، غسلت شعري بلا نيت ديال ديك بروتين ديال بيلا اللي كتكون من الشامبوان والابري شامبوان والماسك. فغسلوا لي الشعر ديالي مزيان، عاد بداو كيقسموا لي الشعر ديالي ويابليكيو لي لو برودوي ديال بيلا في الشعر ديالي. هذا لو برودوي اللي كنعاود نقولها، نتوما في اخر ريل نص كبير ديالكم الا دخلتوا شفتوا ديك الريل بداو كيقولوا لي عافاك مورينا هذا مزيون هذا مزيون. فالمهم انا هذا الفيديو هذا نزلته لكم حتى دازت 2 سيمانات للعلم. هنا كانوا كيابليكيو لي لو برودوي في الشعر ديالي كيف ما كتشوفوا في لي غاسين بالضبط، حيت كان عندي ديك المشكل ديال ديك الكويورات في الشعر ديالي كيكونوا في لي غاسين. هنايا ديك الساعه بداو كيخدموا لي الشعر ديالي بروشينغ، موراها بداو كيخدموا لي ببلاك، وعاودوا ديك الساعه غسلوا لي شعري دو ديبي. ديك الساعه غسلوا لي الشعر ديالي بالشامبوان والابري شامبوان، وعملوا لي ماسك في الشعر ديالي. هانتوما كيف ما كتشوفوا صورت لكم كلشي بلا ديتاي. عملوا لي ماسك في الشعور ديالي حتى هو باش يخلي لي اف مزيون. والصراحه راه ما عدلتش الشعر ديالي مره ملي غسلوا لي شعري، يبسوه لي غير بالبارد. انا وريتكم كلشي في فيديو باش تشوفوه، يبسوه لي غير بالبارد صراحه. وفي الظرف دات 2 سيمانات قبل ما ننزل لكم هذا الفيديو اللي غنقول لكم زعما والله العظيم عاد اكتشفت ان المشكل كان في لا مارك ديال برودوي اللي عملوه لي قبل، حيت هذا ما عمل لي حتى شي حاجه نجلد هذا الراس ديالي.